بيرمي جديد الدراجات الناريه ب 1700 درهم. الحمله اللي نايضه على المطر ما كيتشدوش فيها هادو، غالبا كيتشد فيها شي واحد بوفري مسكين خارج يترزق على الله. الهدف من هذا الشيء كامل حسب ما كيقولوا هو محاربه التهور في الطرقات ونحبسوا الكسيد الى اخره. مزيان، ما كاين حتى شي واحد غيختلف معاك، وهذا الشيء كامل حنا معاه وعارفين كاينين بزاف كيطيروا في الطريق وكيديروا كوارث في الطريق، متفقين. ولكن وكل شيء على هذا ولكن اللي غنجاوب عليها في الاخر. المهم نارسا دارت واحد البيرمي جديد ديال المطر، اي واحد عنده موتور خصو يكون عنده بيرمي. هذا البيرمي هذا شنو تسمى ام. المهم الا بغيتي تصايبور خاصك 1700 درهم، ديرها في حسابك حتى هي. خديتي البيرمي سيدي ومشيتي شريتي موتور 50 من عند واحد السيد غادي في الطريق ما عليك ما بيك، غيوقفوك البوليس وتما غيطلعوك الاله العجيبه وغيقول لك ودور الرويد. تما كدور الرويد وكيحسبوا لك السرعه، لقاوك فايت 57 في السرعه، تما غتعرف المعنى الحقيقي ديال الشمس العاشيه، والموتور ديالك غيطلع للعماريه. الشمس العاشيه العماريه، المهم جات غير هكاك. الغرض من هذا المثال هو نشوفوا ديك الاله العجيبه اللي بغينا نعرفوا واش سيرتيفي واش ماشي سيرتيفي، شنو هما، واش عندها شي معايير دوليه ولا شنو، ولا غير الاله العجيبه كانت دايزه في الطريق بان لها البوليس تقول لهم اجي نضرب معكم واحد البريكول. هذه امور خصها توضح وتكون في التوعيه. اما البوليس ديالنا كيديروا خدمتهم، ولكن شكون اللي خدا القرار هنايا؟ وهذيك الاله بعدا واش كتحسب السرعه عاديه ولا شنو؟ لانه باش كتحدد السرعه كاين مجموعه من العوامل، كنتكلموا على الراكب السائق والراكب اللي معاه، الوزن ديالهم، كنتكلموا على الديزاين ديال الموتور والمقاومه ديالو للهواء، غتلقى جوج الموتور ماشي بحال ندوي على الاحتكاك، حال الطرق، المهم بزاف د الحوايج، وتجي انت غتعبروا ليه في ماكينه حشومه. ولكن الطامه الكبرى واللي على قبلها درت هذا الريل هذا، كيف يعقل انه نمشي عند واحد لا ميزون ولا بائع معتمد واللي مدوز الموتور ديالو شاريه من برا وجايبو في الديوانه، الاوراق كلشي مقاد ومكتوب عندي 49 ولا 50، باي حق انك توقفني تقول لي لا راه فيه 58 في السرعه؟ فهنا قبل ما نديروا قوانين كان عندنا نشوفوا هاد البائعين وداكشي اللي كيبيعوه واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك، نمشيو عند اللي كيبريباريو الماطر نشوفوا شنو المشاكل اللي كيديروا، نحبسوا عليهم لي بياس اللي كيستخدموا ما يبقاوش يتامبورطاو. عطا الله ما يدار باش نجيو في الاخر نشوفوا السائق. وعلاش كنركز على السائق؟ خصوصا كنركز على واحد اللي ما عندوش حتى فلوس باش يمشي لبلاصه اخرى، دونك الموتور هو ارخص وسيله بالنسبه ليه، رغم انه كيتعذب فيه في الشتاء وبزاف ديال العوامل وفي البرد وكيمرض والصدر واعر عليه، مع ذلك يتشبث به لانه هذاك هو باش كيجيب القوت ديال اليوم ديالو. فرض القوانين شي حاجه مهمه، ولكن خاصها دراسه تكون محكمه، لانها لا طبقناها بشكل عشوائي ما كيبقاش عندنا العدل. وملك البلاد نصره الله قال لا مكان لمغربي يسير بسرعتين، ما كيقصدش الماطر، كيقصد التنميه. عباد الله الا عجبك رير ما تنساش انك تبارطاجي وتفولوي هذا لو كونت. تهلاو.